قصة زواج سعاد نصر ووفاتها المأساوية. زي النهاردة 12 مارس اتولدت الفنانة الجميلة سعاد نصر اللي كلنا حبيناها وتعلقنا بشخصيتها في دور ميسة في مسلسل يوميات ونيس بأجزائه اللي متعلقة بذكريات طفولتنا كلنا. سعاد نصر كونت ثنائي ناجح مع الفنان محمد صبحي ووصل ذروة نجاحهم سوا في يوميات ونيس، ورفض الفنان محمد صبحي انه يستعين ببطلة جديدة في الموسم الجديد من العمل، واكتفى بانه يحط صورة ليها طول الأحداث. وقدمت سعاد نصر خلال مشوارها الفني حوالي 150 عمل درامي، كان آخرها مسلسل أحلام عادية مع الفنانة يسرا، وفيلم الحياة منتهى اللذة مع الفنانة حنان ترك. اتجوزت الفنانة سعاد نصر من الفنان أحمد عبد الوارث وخلفت منه طارق وفيروز. طارق اشتغل ضابط في البحرية لكنه سابها واتجه لمجال الإخراج. بعد انفصال الفنانة سعاد نصر عن زوجها وأبو أولادها الفنان أحمد عبد الوارث، اتجوزت من مهندس البترول محمد عبد المنعم. اتوفت الراحلة سعاد نصر سنة 2007 بعد عملية شفط دهون عملتها سنة 2006، وبسبب جرعة زايدة من التخدير دخلت في غيبوبة لمدة سنة كاملة. وكشف زوجها المهندس محمد عبد المنعم عن وصيتها قبل الوفاة، فقال إن سعاد نصر فاقت من غيبوبتها لمدة 5 دقايق بس، وبلغته وصيتها الأخيرة وهي إنه يدفنها بسرعة وأهلها يستنوا قدام قبرها لمدة ساعة يدعوا لها بالرحمة. وآخر جملة قالتها: اللهم توفني مع الأبرار. وبعدين دخلت في غيبوبة أخيرة اتوفت بعدها عن عمر 54 سنة. قول لنا إيه أكتر دور بتحبه للفنانة سعاد نصر؟